ازيك يا دوتي؟ تخيل لو قلت لك ان طبق الكشري او ريحه طشه الملوخيه مش بس بتجوعك، دي ممكن ترجعك بالزمن سنين وتفتح لك كنوز ذكريات كنت فاكرها اتنست. لان الموضوع مش مجرد بطن بتتعبى، ده الاكل ده هو ريموت الكنترول السري بتاع مخك وذاكرتك. كتير مننا بيشوف الاكل ده مجرد بنزين للجسم، شويه سعرات حراريه عشان تقوم بالواجب، بس الحقيقه يا دوتي ان الاكل ده مش مجرد وقود، ده آلة زمن شخصيه ومهندس عبقري لدماغك. النهارده هنفهم ازاي الاكل بيعمل المعجزه دي، وازاي دماغنا ده متركب بطريقه تخلينا نقول سبحان الله. توتة. دماغك ده يا دوتي مش مجرد شوية خلايا كده وخلاص، ده مهندس عبقري. لما بتشم ريحة أكل أو تدوق طعمه، الإشارات دي مش بتعدي على بروتوكولات وشغل كتير، لا يا باشا، دي بتضرب دايركت على المخ في منطقة اسمها النظام الحوفي. تخيل كده إن دي الفي أي بي روم بتاعة المشاعر والذكريات، كأنها كده المخزن السري لكل اللي فات في حياتك. تخيل الأهمية يا جدع. في الأوضة دي بقى في اتنين شغالين مهمين قوي، واحد اسمه الحسين أو الهيبوكامبس، وده بتاع الذكريات، كأنه الارشيف اللي بيسجل كل حدث في حياتك بكل تفاصيله. وها بقى يا دوتي، تفتكر التاني ايه؟ شاطر يا دوتي، هي الاميجدلا، داخله معانا في كل حاجه. وطبعا مش محتاج اقول لك ان دي المسؤوله عن معالجه المشاعر. وعايز اقول لك يا دوتي ان الاميجدلا دي اتكلمنا عنها في فيديو بوردر لاين وفيديو الاحلام، لو ما اتفرجتش عليهم ارجع اتفرج عليهم بسرعه. اي اكله بتاكلها بتربطها بفرحه، بضيق، بامان، بخوف، بتتسجل في الاميجدلا، خطير جدا وعاجل. عشان كده ريحه الاكل بالذات عندها قدره خارقه انها تفكرك بالحاجات اللي انت نسيتها من سنين، وكانها بتقول لك فاكرني، انا موجوده في الذاكره ومسجله كل اللي حصل. طب ليه الاكل بالذات عنده القدره الخارقه دي يا دوتي؟ لان ببساطه الاكل مش مجرد طعم وريحه، ده تجربة كاملة بتشغل حواسك كلها. تخيل مثلا طبق كشري قدامك، عينك بتلقط كل ألوانه، وإيدك بتحس بدفى الطبق، وودانك بتسمع صوت المعلقة وهي بتقلبه، وريحة التقلية بتوصل لك حتى قبل ما تدوق، حتى حرارة الأكل على لسانك بتتسجل. كل المدخلات دي بتتجمع مع بعضها وتتخزن في دماغك، فبتعمل لك ذاكرة غنية جدا مفصلة عن الأكلة والموقف اللي كلتها فيها. فلما بتفتكر الأكلة بتفتكر كل تفصيلة في المشهد ده. عشان كده دماغك ما بيكدبش خبر، من أول ما يشم ريحة أكلة معينة هتلاقيه فاكر كل فتفوتة. طبعا يا دوتي زي كل مرة ممكن يجي في دماغك سؤال، وأنا إيه اللي يضمن لي إن الكلام ده حقيقي مش مجرد خرافات يا دودي؟ عجبني سؤالك يا دوتي، بس الحقيقة إن العلم أكد الكلام ده بطرق كتير جدا، وأشهر دليل على الكلام ده مش تجربة معملية، دي تجربة حقيقية حصلت لكاتب عبقري اسمه مارسيل بروست. الراجل ده كتب سلسلة روايات كبيرة اسمها البحث عن الزمن المفقود. في جزء مهم قوي من الرواية دي، البطل وهو بيشرب الشاي بيغمس فيها قطعة كيكة صغننة كده اسمها مادلين. وهنا بقى حصلت المعجزة اللي قلبت الدنيا. مجرد ما الكيكة دي لمست لسانه حصلت له صدمة، كل الذكريات القديمة اللي كان فاكرها ضاعت واتمحت، رجعت له مرة واحدة، كأن حد داس على زرار سحري جوه دماغه. ذكريات طفولته كلها، تفاصيل بيته القديم، ريحة اوضته، صوت اهله، كل حاجة ظهرت قدام عينه بشكل واضح وحيوي، لدرجة انه اتصدم من قوة المشاعر. التجربة دي بقت أيقونة في علم النفس، واتسمت باسم تأثير بروس أو ظاهرة مادلين بروس. العلماء بعد كده فضلوا يدرسوا اشمعنى حاسة الشم والتذوق عندها القدرة الخارقة دي، ولقوا بعد كده ان اشارات الشم بتروح مباشرة على المناطق المسؤولة عن الذاكرة والمشاعر في المخ من غير ما تعدي على فلاتر كتير زي باقي الحواس. يعني من الآخر الأطعمة والروايح عندها خط مباشر للذاكرة العميقة بتاعتك، خط ساخن ما بيقطعش. دلوقتي نيجي للجانب الأهم، مش الذكريات بس اللي الأكل بيأثر عليها، ده الأكل كمان بيأثر على دماغك في التفكير والتركيز وسرعة استرجاع المعلومات. يعني مش مجرد ما فيش طاقة عشان ما فطرتش، لا، الموضوع أعمق من كده بكتير. دماغك ده يا دوتي عامل زي عربية فيراري بتحتاج بنزين عالي الجودة عشان تشتغل بأقصى كفاءة. البنزين ده هو الجلوكوز، بس مش أي سكر، مش السكر بتاع البيبسي اللي بيخليك سوبرمان ل5 دقايق وبعد كده تعمل تش وتفصل فصلة وحشة. دماغك عايز سكر يوصل له بالراحة كده، زي نقطة نقطة، عشان يفضل الأداء ثابت. وده بتلاقيه في الكربوهيدرات المعقدة زي الشوفان مثلا، مش زي الرز الابيض ابو شعريه اللي يخليك تنام بعدها بدقيقتين. الشوفان والحاجات اللي زيه بتدي للدماغ طاقه بس بشكل منتظم ومستمر، فدماغك يفضل صاحي ومركز لاطول فتره ممكنه. وطبعا خلايا المخ بتاعتنا محتاجه بناء وصيانه مستمره، زي ما اي عماره بتحتاج تجديد. تخيل ان احماض اوميجا 3 الدهنيه هي دي اللي بتخلي خلايا المخ قويه ومتماسكه، ودي بتلاقيها في الاسماك الدهنيه زي السلمون كمثال. وكمان اوميجا 3 مش بس بتبني خلايا مخ جديده، دي كمان بتحسن الخلايا العصبيه وبتزود تدفق الدم للمخ، يعني بتخلي دماغك اسرع في معالجه المعلومات وبتخليك تفكر بشكل اوضح، كانك عملت له ابجريد.
بدل ما كان على ويندوز 98 بقى على ويندوز 11. في المخ في مواد كيميائيه اسمها الناقلات العصبيه، دي اللي بتوصل الاشارات بين الخلايا العصبيه. تخيلها كده زي ساعي البريد بتاع المخ، لو ما فيش سواعي بريد كفايه المعلومات مش هتتنقل بشكل كويس، والذاكره هتبقى زي شبكه التليفون اللي بتقطع كل شويه. اكلات زي البيض بتساعد المخ على انتاج الناقلات العصبيه دي، فبتخلي دماغك شغال على خطين زي ما بيقولوا، ومفيش معلومه بتتوه، ارسال واستقبال زي الفل، ومفيش تهنيج. في النهايه يا دوتي الاكل ده مش مجرد حاجه بتاكلها عشان تعيش، ده جزء من الدي ان ايه بتاعنا، وجزء من تاريخنا ومن حكاياتنا ومن علاقاتنا بالناس اللي بنحبهم. كل لقمه ممكن تكون قصه، وكل طبق ممكن يرجعك سنين لايام كنت فيها اغبى واسعد. فالمره الجايه وانت بتاكل يا دوتي ما تاكلش كده وخلاص، ركز في الاكله، في طعمها وفي ريحتها وفي الملمس بتاعها. ممكن تلاقي نفسك في رحله غير متوقعه لايام زمان، وتفتكر حاجات ما كنتش فاكر انك فاكرها اصلا. فما تبقاش بخيل على نفسك يا دوتي، دلع حواسك باكل حلوه، واستمتع بالرحله جوه ذكرياتك وقوه دماغك اللي الاكل بيقدمها لك على طبق من دهب. وما تنساش ان كل اكله وراها حكايه، وكل حكايه ممكن تغير فيك حاجه. قول لي بقى يا دوتي، ايه الاكل اللي لو كلتها هتلاقي نفسك رجعت لورا سنين بفيلم سينمائي جوه دماغك؟ وليه الاكله دي بالذات؟ قول لي قصتها تحت في الكومنتات. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش السبسكرايب، ولو انت على الفيسبوك والتيك توك ما تنساش الفولو واللايك. وكده اقدر اقول لك يا دوتي ان الدوده خلص الحدوته. دودة